السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مهندس محمد فريد بنصور النهارده فيديو جديد. احنا موجودين في اسكان جامعه القاهره، شغالين في شقه رابع بروف الحمد لله، تعاقد جديد في نموذج ال 115. النهارده الحمد لله شغالين في اعمال تاسيس السباكه. هنقول لحضراتكم نبذه كده من اعمال تاسيس السباكه. طبعا المواسير اللي قدامنا هنا شغالين بمواسير بي ار. دلوقتي بنجمع مواسير التغذيه. احنا عندنا التغذيه بتبقى بي ار والصرف عندنا كاسل، وبناخد طبعا شهاده الضمان من شركه ايجيك. زي ما شايفين كده الصنايعي بيلحم المواسير. طبعا مكنه اللحام دي بتوصل ل 270 درجه مئويه، طبعا لا تمس، يعني لازم اللي يشتغل عليها يكون بروفيشنال ويكون واخد عليها ويكون صنايعي سباكه. ليه كمان؟ عشان لازم يكون شكل اللحام. الشركه بتيجي تعمل ايه؟ بتختبر المواسير بتاعتنا. بتختبر المواسير يعني ايه؟ يعني اماكن اللحامات بتاعتنا اللي هي نقاط الضعف بتضغط المواسير بالكامل وتشوف هل في اي تسريب ولا لا. طبعا زي ما حضراتكم شايفين كده بنجمع البولي بره. طبعا بعد ما بنكسر الرسومات التنفيذيه بنجمع مواسير البولي. الصنايعي يبتدي يقطع ويعمل جزء جزء، وفي الاخر بيتجمع على الحيطه في الحمام. لو شفنا مع بعض جزء كده من الصنايعي اللي عامله، ورينا يا احمد كده. هنا ده جزء كده متجمع، يبان ان لوحده حاجه منفصله تماما، بس هو في الاخر بيدي اللوحه الكامله اللي في تاسيس الحمام زي ما احنا بنشوف. عندنا هنا دي الشمعات بتاعتنا. طبعا في التركيب لازم بتبقى موزونه وبتبقى على خط واحد، تيجي حسب الرسومات بالظبط. عندي شكل اللحام ده الشكل المعتمد، ده الشكل اللحام الصح. لو شكل اللحام غير كده يبقى شكل اللحام فيه مشكله. عندي الكليبسات ديت بتظبط لي المنسوب بين ماسوره السخن والبارد. وطبعا عندنا هنا اللحام برده بتاخد لي اللي تحت كده عشان نحط محبس الدفن. محبس الدفن بي ار، يمكن عليه كمان لوجو الشركه والمواسير عليها لوجو الشركه. وبعد كده عندي المخارج بتاعتي كلها. عندي كل المخارج دي اللي بيركب عليها محابس الزاويه. طبعا الجزء ده الكرنك بتاعنا ده اللي بيعدي الماسوره السخن والبارد عشان يبقوا على خط واحد ومنسوب واحد، ما يبقاش حاجه طالعه وحاجه نازله. بعد ما بنخلص تجميع البولي بتاعنا بنبتدي على طول نشتغل في الصرف بتاعنا. ومواسير الصرف تتجمع برده بنفس الطريقه بعد العزل. طبعا نحط مواسير الصرف بعد العزل بتاعنا، بعد كده تركب، بعد كده نتصل بالشركه ناخد ميعاد اختبار ونختبر الشغل بتاعنا ونضغطه ونطمن 100% او مليون في المية ان الشغل بتاعنا سليم. نبتدي نقفل عليه ونبتدي على طول المرحله اللي بعديها. ده كان فيديو النهارده، اتمنى ان ينال اعجاب حضراتكم. شكرا جزيلا.